وقفنا المرة اللي فاتت لما ماتياس خد البنات وراحوا سلموا راس التعبان في النقابة وخدوا المكافأة. يلا بينا نكمل الباقي. بيتمشى ماتياس بعدها هو وألما ولوي، بس فجأة ماتياس بيحس إن في حاجة غلط، والبنات كمان بيحسوا بنفس الحاجة وبيقولوا له اوعى يكون اللي في بالنا. ماتياس بيقول لهم هو اللي في بالكم، في شيطانين طايرين في الجو وشكلهم كده هيهاجمونا. وفعلا الجو كان فيه شيطانين، واحد طاقته كبيرة والتاني على قده كده. ماتياس بعد ما قاس قوتهم وحط خطة محكمة قال للبنات أنا هواجه الشيطان القوي وانتوا هتواجهوا الضعيف. بس ألما ولوي كانوا قلقانين كده عشان عمرهم ما واجهوا شيطان قبل كده، بس ماتياس بيحمسهم ويشجعهم وبتبتدي المعركة. ماتياس بيفعل وضعية الطيران وبيطير على الشيطان وبيديله التحدي. الشيطان بيعرف إن هو ده اللي قتل واحد منهم وبيقول له الليلة ليلتك النهاردة، وبيضرب عليه تعويذة من النار، بس ماتياس بيصدها وبيردها له في صدره. الشيطان بيتعصب ويجري وراه، وفي الوقت ده ألما ولوي بيكونوا بيشتتوا انتباه الشيطان التاني وبيهاجموه، فبيروح عليهم ويتفرق الشيطانين عن بعض. وبيبتدي الشيطان يهاجم ماتياس بكل قوة، لكنه بيفادي ضرباته بكل سهولة وبيديله واحدة في ظهره وبيعلم عليه. الشيطان حاول يجمع قوته علشان يهرب، لكن على فين يا معلم؟ ماتياس بيخبط تعويذة وبيكهربه وبيقضي عليه تماما. في نفس الوقت ألما ولوي كانوا قطعوا نفس الشيطان التاني، وماتياس كان متابعهم ومبسوط بيهم. وبيروح على الشيطان التاني اللي أول لما بيعرف إن صاحبه مات بيحاول هو كمان يهرب، لكن ماتياس ما بيديلوش فرصة وبيطير وراه وهوب بيقطع له جناحه ودبل كيك بيشقلطه جنب صاحبه. وبكده نجح ماتياس وألما ولوي إنهم يخلصوا على الشياطين. الناس ابتدت تتلم حواليهم وشكلهم كده الظاهر هيلعب معاهم على الآخر. ماتياس بيستغل الفرصة وبيمسك البنات وبيطير بيهم على الملك، وبيوصلوا للملك وبيحكوا له كل اللي حصل. الملك بيكون عاوز يكافئهم، بس ماتياس بيرفض وبيخلي البنات هم اللي يطلبوا اللي هم عاوزين، وبيطلبوا فلوس والملك بيوافق. بس فجأة ماتياس بيحس إن في حد بيراقبهم وبيتصنت عليهم، فبيستأذن الملك وبيقوم يواجه كلامه للشخص ده، وبيبتدي يهدده ويقول له انت فاكر ان كده مش هعرف انك موجود؟ اظهر حالا بدل ما اخلص عليك. بس الشيطان ما بيرضاش يتكلم. ماتياس بيقوم مديله واحدة كهرباء، والملك بيتعرف عليه وبيكون ده قائد حراس الملك. ماتياس في الوقت ده بيكون حدد مكان الشيطان وهيروح له ويخلص عليه، بس المكان اللي قاعد فيه الشيطان بعيد جدا وهيقعدوا في الطريق حوالي 6 شهور. بس ماتياس ما بيستسلمش لده كله وبياخد البنات وبيروحوا المكان مهجور. وأول لما بيوصلوا البنات بيخافوا وبيترعبوا علشان شايفين تنين نايم قدامهم. ماتياس بيروح على التنين والتنين بيكلمه بالتخاطر ويقول له لو قربت خطوة كمان هموتك. بس ماتياس ما بيفرقش معاه وبيكمل. التنين خلاص كان هيقتل ماتياس، بس هو لغى التعويذة بتاعته بكل سهولة. التنين بيتصدم جدا، يقول له انت تعرف واحد اسمه ماتياس؟ ماتياس بيقول له انا هو، بس ده الشكل الجديد. وبنعرف انه زمان قبل ما ماتياس يتحول التنين ده كان هيقتله ومعرفش، وماتياس ساعتها عفى عنه ومشاه. وبنعرف كمان ان التنين ده تنينة مش تنين واسمها ايس. ماتياس بيبتدي يعرفها انهم هيطيروا المكان اللي فيه الشياطين، وبينده على البنات وبيركبوا ويطيروا للمكان. وبيوصلوا للمكان اللي فيه الشياطين وبيكون فيه شيطان واقف على برج كده يراقب الجو. ماتياس بيطير عليه وبداية الكلام مسك الختام بيشقه نصين، وبينزل على الأرض يحلل ويخطط، وبيعرف إن المكان هنا فيه شيطانين، واحد جوه البرج وطاقته ضعيفة والتاني بره وطاقته جبارة. فبيقرر يدخل للشيطان اللي طاقته ضعيفة الأول، وبيدخل هو والبنات بس ما بيلاقوش حد. ماتياس بيعرف إن الشيطان واخد وضع التخفي، فبيعرف البنات وبيخلي ألما تنشن عليه بالسهم. بس الشيطان ما بيكونش مدي إخوانه وفاكر نفسه مش ظاهر. ألما بتنجح إن هي تصيبه بالسهم. الشيطان بيتصدم وبيتعصب جدا وبيبتدي يهجم على ماتياس بكل قوة، لكن ماتياس بيصد كل ضرباته. من الناحية التانية ألما بتكون غربلة ظهر الشيطان بالأسهم، والشيطان ولا فارق معاه، لحد ما مرة واحدة بيحس إنه دايخ، وبيتضح إن لوي عملت تعويذة على أسهم ألما بتشل حركة الشيطان واحدة واحدة. الشيطان بيحس إنه كده ميت وكده ميت، فبيستخدم آخر كارت معاه وبيفعل تعويذة كبيرة بتضخمه وتكبر قوته، لكن بتطلع في شنك، وألما بتديله القضية وبترقده على الأرض.
وبكده يكونوا خلصوا من الشيطان اللي جوه، فاضل الشيطان اللي بره اللي قوته جبارة. وماتياس بيقول للبنات اطلعوا انتوا بقى على ظهر ايريس وطيروا في السما واتفرجوا على اللي انا هعمله. ماتياس بيطلع وبيبتدي يكسر أحجار سحرية بتجبر الشيطان إن هو يظهر. الشيطان بيبتسم له بسخرية وبيقول له أنا كنت مستنيك، أخرت ليه؟ ماتياس بيبتدي يعمل تعويذة على نفسه والشيطان بيهجم عليه بكل قوة، وبعد شوية دعك بينجح الشيطان إنه يقطع دراع ماتياس. إيه؟ فاكرين بطلنا هيموت؟ لأ، دراع ماتياس بيرجع له تاني والشيطان بيكون مصدوم جدا. ماتياس بيقول له ها خلصت؟ أبدأ أنا بقى. وبيبتدي يهجم على الشيطان وبينجح إنه يعوره بسيفه، وبيبص لمكان الجرح فبيلاقي السم مكان الجرح، فبيحاول يجمع قوته علشان يهرب، لكن ماتياس بيعمل تعويذة ويثبته مكانه، وبيحاول يعمل تعويذة تاني علشان يكبر قوته، لكن بيلاقي كل التعويذ بتتقلب ضده. ماتياس بيعوز يفنش خلاص، فبيعمل تعويذة كبيرة بتقتل الشيطان وبتحوله لحجر سحري. وبنعرف إن ده اللي كان عايزه ماتياس من الأول، علشان ياخد الحجر السحري ده ويحمي بيه المدينة ويمنعها من دخول الشياطين. بياخد ماتياس بعدها الحجر والبنات وبيركبوا على ظهر ايريس وبيتوجهوا للمدينة. وهم في الطريق ايريس بتقول له هي ازاي هتدخل المدينة بشكلها ده. ماتياس قال لها انه هيخليها تحول لنفسها لشكل انسان ويدخلها المدرسة معاهم وهو يهتم بيها هناك. وبينزلوا على الارض وماتياس فعلا بيحولها لشكل بنت وبياخدها معاه على المدرسة، وبيدخل على المدير وبيعرفه انه عايز ايريس تنضم معاهم للمدرسة. المدير بيوافق بس بيقول له بشرط إن هي تجتاز الاختبارات بتاع المدرسة. ماتياس بيوافق بس بيقول له بشرط هو كمان إنه يكون مشرف على الاختبارات دي، وهو طبعا عايز يعمل كده عشان طاقتها ما تخرجش عن السيطرة أو يعرف يتحكم فيها. وبتدخل ايريس الامتحان النظري وبتعك الدنيا خالص وبتاخد 0%. وبتدخل على تاني اختبار وهو بيكون اختبار المبارزة، والمنافس بتاعها بيكون القائد. وأول لما بيبتدوا السيف بيطير من إيدين ايريس وبتروح علشان تجيبه. القائد بيستغل الفرصة وبيجري عليها وبيهجم عليها، لكن ايريس بتمسك السيف بتاعه بإيديها بكل سهولة. القائد بيتجنن جدا. ايريس بتقوم وبتديله واحدة هوك بتطيره في السماء وبتكسب. وبتطلع على آخر اختبار وده بيكون إنها تضرب التعويذ على الأهداف. بتضرب أول تعويذة بس بتلف وترجع على ماتياس والمدير والبنات، بس ماتياس بينجح إنه يصدها. المدير بيزعل جدا بس بتضرب تاني واحدة وبتطير في السماء. البنت اتضايقت. آخر ما بتتعصب بتقوم عاملة تعويذة كبيرة وبتدمر الأهداف كلها، بس بتدمر معاها المدرسة. المدير بيكون هيعيط يا عيني، بس ما قداموش حل غير إن هو يقبلها علشان خاطر ماتياس. وبكده تكون ايريس نجحت إنها تنضم للمدرسة. وبيبتدي بعدها التنقيب عن أي معادن علشان يعرفوا يحموا بيها المدينة أكتر، بس العملية بتمشي ببطء علشان عدد الطلاب قليل. ماتياس بيقترح على المدير إنهم يستعينوا بطلاب من المدرسة الأولى، وفعلا المدير بيروح لمدير المدرسة الأولى وبيقترح عليه الاقتراح اللي قاله ماتياس. بس مدير المدرسة الأولى بيتعصب جدا وبيقول له أنا الطلاب بتوعي هم طلاب النخبة في المدينة واستحالة أخليهم يشتغلوا عند واحد زيك. المدير ما بيعرفش يرد عليه، بس ماتياس بيتدخل في الوقت ده وبيقترح عليه إنهم يعملوا منافسة بين المدرستين واللي يفوز بيها هو اللي يتحكم في الكل. المدير بيوافق بس بيقول له بشرط إن ماتياس والفريق بتاعه ما يتدخلوش في المنافسة دي عشان هو عارف قوته. مدير المدرسة بيبقى متردد يوافق، بس ماتياس بيقول له ما تقلقش أنا مدربهم كويس وعارف النتيجة بتاعتهم. وبتتعمل المنافسة فعلا وبيجي طلاب المدرسة الأولى وبيكون عددهم كبير جدا، وماتياس بيجيب قصادهم من المدرسة بتاعته 5 بس. مدير المدرسة الأولى بيقعد يستهزأ بيهم وبيبقى مستني من نتيجة المنافسة علشان يتحكم فيهم. بس على العكس طلاب مدرسة ماتياس اللي هو مدربهم مسحوا بطلاب المدرسة الأولى الأرض وكسبوا هم. مدير المدرسة الأولى بيتعصب جدا وما بيبقاش موافق على نتيجة المسابقة وبيحاول ينسحب ويرجع في كلام، وبيبتدي يهلفط بالكلام ويجيب سيرة الملك بكلام مش لطيف. الملك بيسمعه وبيأمر جنوده إنهم يقبضوا عليه، وبيكلم طلاب المدرسة الأولى وبيقول لهم انضموا لطلاب المدرسة التانية وابدأوا معاهم في التنقيب. ماتياس بعدها بيبتدي ياخد فريقه اللي هم ألما ولوي وآيريس علشان يدربوا على القتال أكتر وأكتر. وألما ولوي بيبتدوا يقتلوا الوحوش زي السكينة في الحلاوة، لكن آيريس بتكون لسه مش عارفة تتحكم في طاقتها. ماتياس بيبتدي يقول للبنات إنه عاوز حجر سحري علشان يدعم بيه الحاجز اللي هيعمله على المدينة، وده مش هنلاقيه غير لو نزلنا طوابق أكتر.
أو ممكن حل تاني إن إحنا نستدعي وحش هنا ونقتله وناخد الحجر بتاعه. البنات بتوافق على الحل التاني وبيبتدوا إن هما يعملوا طقوس عشان يستدعوا الوحش. لوي بتدخل وبتعمل التعويذة بتاعتها، وآيريس بتدخل بس ما بتعرفش تتحكم في طاقتها، بتستدعي وحش ضخم جدا بيدمر الطابق اللي هما فيه، وبنلاقيها استدعت تنين ضخم جدا. ماتياس بيبتدي يحط خطة محكمة علشان يهاجموا بيها الوحش. آيريس هتشتت انتباه التنين، وألما ولوي يبتدوا يغربلوه بالسهام، وهو هيحاول يعمل تعويذة كبيرة علشان يدمر بيها التنين. وبينده بعدها على آيريس وبيقول لها تستفز التنين علشان يضربهم بالنار، وهو بعد كده هيشوف شغل. وفعلا التنين بياكل الطعم ويبتدي ان هو يضربهم بالنار، بس ماتياس بيستغل الموضوع ويقوم قلبها ضده وبيمحي من الوجود. آيريس بتيجي تجيب الحجر اللي نزل من التنين وبتروح تديه لماتياس وهي فرحانة جدا. بياخدهم ماتياس بعد كده وبيطلعوا على المدرسة علشان يضربهم أكتر وأكتر. ألما وآيريس بيعملوا دويتو مع بعض، بس آيريس لسه مش عارفة تتحكم في جسمها علشان مش متعودة على جسمها البشري. ولوي وماتياس بيبدأوا في صنع الأسلحة، وبيعملوا لكل واحد سلاح وبيبتدوا يتدربوا كلهم، وبيجيبوا طلاب المدرسة كلهم يتدربوا معاهم. بالليل بيجمعهم مدير المدرسة ويقول لهم يستعدوا علشان الشياطين هتهجم عليهم النهاردة. وفعلا في بوابة بتتفتح في الغابة وبيبتدي الشياطين يطلع منها، بس بيكون في استقباله ألما ولوي وآيريس. أول شيطان بيطلع ألما بتهدفه بسهم في قلبه وبتموته، ما بيلحقوش يفرحوا وبيطلع لهم شيطان تاني، بس ألما بتضرب عليه السهم وبيجي في كتفه ما بيموتش فبيهجم عليهم، بس لوي ما بتديلوش فرصة وبتقسمه نصين بالسيف بتاعها. البوابة بعدها بتتقفل والبنات بيفرحوا جدا وبيجوا على ماتياس علشان يبشروه باللي هم عملوه. ماتياس بينبسط بيهم جدا وبيبتدي يطمنهم ويشكرهم ويحمسهم، بس ماتياس وهو بيتكلم معاهم بيحس بطاقة الشياطين قربت منه تاني عند المدرسة. بس المدير والطلاب كانوا مستنيين الشياطين عند المدرسة وعارفين إن هم هيين. البنات بيجوا على المدرسة وبيلاقوا في بوابة شيطانية فعلا اتفتحت، وظهر منها شيطان شكله قوته كده جامدة جدا، بيضرب تعويذة من النار على المدرسة وبيدمرها كلها. بس المفاجأة الطلاب كلهم عملوا تعويذة كبيرة وصدوا التعويذة بتاعته. الشيطان بيتعصب جدا، بس في نفس الوقت الطلاب بيبتدوا يرموا عليه تعويذ بس للأسف ما بتوصلوش، وألما بتحدف عليه سهم بس بيمسكوا بإيده بكل استهزاء وبيكسره. الشيطان بيبتدي يضرب تعويذة تاني على الطلاب بس الطلاب عمالين يصدوها. في نفس الوقت لوي بتكون بتعمل سهم قوي لألما علشان تضربه على الشيطان، بس حاسة كده إن قوتها ضعفت وخلاص شكلها هتستسلم، بس الطلاب كلهم في نفس واحد بيشجعوها ويقولوا لها احنا واثقين فيكي انتي أقوى. وفعلا لوي بتتحمس جدا وبتعمل السهم لألما اللي بتاخد السهم منها وبترميه على الشيطان، بس الشيطان بيفاديه، بس السهم بيلف يلف ويضربه من ظهره ويقربوا أكتر للطلاب اللي بيدوله الضربة القاضية ويجيبوه على الأرض. الطلاب بيفرحوا جدا إنهم قتلوا الشيطان، بس لم يكونوا يعلموا أن فرحتهم لن تكتمل. بيظهر شيطان تاني في السماء وبيضرب عليهم تعويذة كبيرة أكبر من الشيطان اللي قبله، وبعدها بيبتدي شياطين كتيرة تظهر في السماء. العيال بيقولوا شكلها النهاية ولا إيه؟ المولوي بيقولوا هنقاتل حتى لو لآخر نفس فينا، بس فجأة ماتياس بيظهر وسط الشياطين وبيقول لهم يلا نبدأ، وبيبتدي يطير على الشياطين واحد ورا التاني ورا التالت وبيقطعهم كلهم. الطلبة تحت واقفين مبهورين جدا باللي ماتياس بيعمله، وبينزل ماتياس على الأرض بعد ما بيكون قضى على الشياطين كلها. المولوي بيجروا عليه وبياخدوه حضن مطارات ويوقعوه على الأرض. ماتياس بيشكر المولوي وكل الطلبة على اللي عملوه، وبيروح بعدها يفعل الحاجز اللي بيحاوط المدينة كلها وبيمنع دخول الشياطين ليها، وسكان المدينة كلها بيكونوا في منتهى السعادة. المولوي بيكونوا فاكرين خلاص كده الدنيا هديت وهنروح ننام، بس ماتياس بيقول لهم اللي احنا عملناه ده هيجذب انتباه بقية الشياطين كلها، فلازم نهجم عليهم ونتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بينا. المدير بيبتدي يجمع الطلاب ويطلعوا يقتلوا الوحوش، وبيهجم عليهم عدد كبير جدا من الشياطين، بس الطلاب طاقتهم زادت جدا وبيبتدوا يقتلوهم كلهم لحد ما بيظهر شياطين عمالقة جدا، وماتياس في الوقت ده بيتدخل هو وفايو وبيمسك آيريس يحدفها على واحد منهم وبتدمره من أول ضرب، والمولوي بيتكفلوا بالوحوش التانية. بس فجأة بيظهر وحش كبير جدا ويبتدي يمتص طاقة الوحوش اللي جنبه كلها، بس ماتياس هيسكت؟ لا، ماتياس بيديله أحجار سحرية وبيقول له خد دول وريني هتعمل ايه، وفعلا بيمتص طاقة الوحوش كلها ويظهر قدامهم أسد ضخم قادر إنه يدمر المدينة كلها.
ماتياس بيحط خطة محكمة وبيبتدي يهجم عليه. ايريس بتيجي عند رجلين الوحش وبتقطعها له. ماتياس بيطلع على عينيه وبيفقعها له. ألما ولوري بيفتكروا انه كده خلاص، بس الوحش بيبتدي انه يرجع اعضائه تاني اللي اتقطعت واللي اتفقعت ويبتدي يهجم هو. بس ماتياس ما بيديلوش فرصة وبيضرب عليه تعويذة بتبتدي تتضاعف أكتر وأكتر لحد ما بترقد الوحش على الأرض، وماتياس بيطير عليه ويقطع له رقبته. ماتياس شكله تخصص قطع رقاب، والكل كان مبسوط جدا بماتياس ومصدومين بقوة الوحش اللي ظهر لهم. ماتياس بيبص على المدينة من بعيد كده وبيفكر كده إن هو يسيبها، وشكله كده هيبدأ مغامرة جديدة. بيروح على المدير وبيعرفه إن هو هيمشي. المدير بيقول له أنا كنت عارف إن يوم زي ده هيجي، بس أنا عندي حل ليك أحسن. وبيقول له أنا مش هطردك من المدرسة، وهتفضل متقيد معانا، وهنمدك بكل اللي أنت محتاجه، بس وقت ما نحتاجك نلاقيك معانا. لوري كانت واقفة وزعلانة جدا إن ماتياس هيمشي ومش عارفة تقول إيه، بس المدير بياخد باله وبيقترح عليهم إن هم يمشوا مع ماتياس ويبقى ليهم نفس الامتيازات اللي مع ماتياس. البنات ما بتترددش لحظة وبتوافق على طول، وفعلا بياخد ماتياس البنات وبيبتدوا مغامرات جديدة مع بعض. يا ترى إيه اللي هيشوفوه وإيه اللي هيواجهوه؟ ده اللي هنعرفه في الحلقات الجاية. استنونا في الحلقات الجاية. متنسوش تعملوا لنا كومنت واشتراك وتعملوا لنا لايك وتتخلص إني أخلص، يعني إحنا كده خلصنا. الحلقة دي كتبها وسجلها ومنتجها وحط لها الحركات والتكات الألدغ اللي كان بيحكي لكم القصة. سلام.